السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف على حضرتك؟ عفيف إبراهيم، كبير أثرين المتحف. ده متحف الإسماعيلية. أيوه. إيه حال المتحف الأيام دي؟ يعني زي أي حال البلد كلها يعني. حال واقف. يعني لحد كبير. بقاله قد إيه؟ 3-4 سنين، 2011. من 2011؟ قبل كده كان في رواج؟ طبعا. كان تقريبا بيبقى فيه قد إيه زيارات كل يوم؟ يعني على حسب، في أفواج سياحية أجنبية جاية من بره كانت بتيجي في المركب عايدة اللي هو بتقف في مينا بورسعيد، كانوا بينزلوا بالسيارات لحد 7-8 سيارات بتيجي بفوج واحد. ده كان بيحصل مرة في الأسبوع أو مرتين. فكانت يعني العملية ماشية مع الدراسة وبرضه المدارس والجامعات. كان الهيئات الحكومية وظائف، كانوا كل الناس بتيجي يعني. كان الأجانب أكتر ولا المصريين؟ لا، كان في أجانب أكتر. طب والمصريين مفيش دلوقتي؟ لا دلوقتي يعني أجانب احنا عارفين الحال إن هم خايفين، إنما طب المصريين؟ لا، المصريين حتى في الصيف كمان بيبقوا قليلين كده، كل اتجاهاتهم بتبقى للشاطئ، لكن يعني قليل لما بيجوا المتحف. المتحف ملوش دعاية وإعلانات؟ لا والله ليه دعاية، واحنا عاملين نشاط صيفي للولاد الصغيرين بتوع المدارس من 6 سنوات ل 17 سنة، وبيعملوا كده ويعملوا حفر عمل صلصال ورسم على ورق البردي والجلد والإزاز. يعني لينا نشاط، وفي المدارس بنروح قسم النشاط الصيفي او قسم النشاط الثقافي بيروح المدارس بيعمل لهم زي برنامج صغير كده عن المتحف بأهم القطع اللي فيه بأهم الحاجات اللي فيه، فالولاد بيتشدوا وبينجذبوا فبيجوا تاني يوم أو تالت يوم. مش بيبقى كل الولاد يعني، بيبقى بنختار بعض المتفوقين شوية كده عشان ما يبقاش العدد كبير، فبنشجع الناس تبقى متفوقة وإنها تيجي تتعرف على المتحف. هو رسوم الدخول غالية؟ 50 قرش للطالب وللفرد العادي؟ جنيه. يعني مش غالية؟ لا. طب تفتكري ايه الإحجام ده سببه ايه؟ ما انا قلت لحضرتك في الصيف كله يا الولاد نايمين، انت عارف بيسهروا للنت وبيناموا الصبح، يا اما بيتجهوا للشواطئ. طب في افكار يعني حضرتك تقترحيها لتنشيط الحركه في المتحف؟ والله احنا الناس حتى بتعدي على المتحف بره يعني بيقولوا ايه دوت، مع ان احنا عاملين يافطه وعاملين برامج في التلفزيون وعاملين برامج في بتاع دوت مقالات في الجرايد، بس مش عارفه برضو احجام الناس على المتاحف ليه يعني. مش هنا بس على فكره، مش هنا بس. المتحف هنا بيمثل كام عصر؟ كل العصور التاريخية المصرية القديمة بتتمثل هنا في المتحف. مصري قديم، يوناني، روماني، قبطي، إسلامي. ومعظم الآثار كانت من منطقة إسماعيلية وما حولها، من المسخوطة اللي هي تعتبر العاصمة القديمة الإقليم الثامن اللي بيمثل مصر، بيمثل إسماعيلية في مصر القديمة. هو كانت الإقليم الثامن بيمثل منطقة الإسماعيلية، خط الدفاع الأول الشرقي اللي كان فيه بتاع برضه قلعة صار واللي هي الأنطرة شرق. كل المنطقة دي كانت تسمى الإقليم الثامن من أقاليم مصر القديمة. فطبعا المسخوطة كان فيها الواجهة، فيها المعابد، فيها الحكومة، فيها كل حاجة. فكانت موجود، كان فيها آثار كتيرة. ففي مكتشف فرنسي هو اللي لقى النواة الأولانية للمتحف إسماعيلية، اكتشف، كان بيشتغل من 1905 ل 1915 في الشركة العالمية للملاحة العالمية لقناة السويس. هو اللي قام باكتشاف معظم نتائج حفر قناة السويس، هو اللي قام بعمل المتحف لأول مرة في 1905. هو اللي كون المجموعة الأولى للمتحف، هو اسمه جون كليدا، مكتشف فرنسي. فلقى آثار في المسخوطة، لقى آثار في السويس اللي كولزم القديمة، لقى آثار في فرما بورسعيد، شمال سيناء وجنوب سيناء، لحد الشرقية. يعني كل دي كانت محيط الشغل بتاعه. كل الآثار اللي هو لقاها معظمها جه هنا، وشوية أخدهم عمل بيهم متحف في المقاطعة بتاعته في فرنسا، يعني اللي هو بيبقوا متفقين عليها النسبة والتناسب ديت. وبس هو له بصراحة يعني له فضل في إنشاء متحف آثار إسماعيلية. في أماكن لسه ما استكشفتش في إسماعيلية أو لسه ما تنقبش فيها؟ لا، بالنسبة للمناطق الأثرية المعروفة لينا يعني دلوقتي ماسكينها وزارة الآثار من أول المسخوطة شمالا لحد التل الكبير جنوبا شرق ترعة الإسماعيلية. المنطقة دي كلها تسمى وادي الطميلات. وادي الطميلات دي يقال إنها كان منها بني إسرائيل كانوا قاعدين فيها، يقال إن كان منها قناة السويس، القناة القديمة اللي هي القناة القديمة اللي هي كانت متصلة بالنيل
بالبحر الاحمر، انها كانت بتتفرع من فراع النيل لحد البحر الاحمر. يقال وادي الطميرات فيه بقى تل الكوع، في تل حسن داوود، في تل البعر، في تلال كتيره كلها شغالين فيها، عباره عن شريط 50 كيلو شرق طلعت الاسماعيليه، من المسقوطه شمالا او ابو سوير شمالا لحد التل الكبير جنوب. يعني الاماكن دي لسه سريه بحاجات لسه دي فيها ولسه الاكتشافات شغاله فيها، وكان في مناطق الدفرسوار زمان كان في، وفي كان مناطق زي ابو دهشان كان في برضه منطقه، كان في تل حنيده كان في اثار، كان في حتت كتيره فيها اثار يعني في اسماعيليه. طبعا ده غير القنطره، ده غير اثار شمال سيناء، دي كانت يعني تل حبوه، تل ابو سيف، تل احنا كمان عندنا تل دفن غرب القنطره، غرب تبع اسماعيليه. كانت المناطق كلها بيشتغلوا فيها، بيعتبروا بيشتغلوا فيها يعني، وجاري الشغل فيها لسه. وجاري الشغل فيها لغايه دلوقتي. شكرا، وان شاء الله نيجي نصور معاكم ويكون في زخم من هون، ويكون ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. شكرا.